يا صباح الهنا والجمال، يا صباح القلوب الطيبة، القلوب اللي ما تعرفش خبز، القلوب اللي عايشة على فطرة ربنا اللي فطرنا عليها. يا صباح كل حاجة حلوة في حياتنا. النهاردة روتين جامد من الآخر، روتين مشتريات ما شاء الله. نزلت السوق اشتريت شوية حاجات وقلت اعملهم معاكم. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهاردة. المهم، انا زمان خالص وانا ملاحظة ان كل واحدة كويسة قلبها طيب كانت ربنا بيديها او بيرزقها بحمى صعبة صعبة وشديدة وتنكد عليها عيشتها، او بيرزقها بسلفة ما تخليهاش تعرف تنام. كنت دايما بقول هو ليه كده؟ يعني ده قلبها طيب، دي كويسة، ليه لازم تلاقي كده؟ ليه لازم يكون جزاتها انها تلاقي الناس اللي مش كويسة دي في حياتها، الناس اللي تعباها، الناس اللي دايما عامله لها مشاكل؟ المهم الموضوع كان كبير معايا وعمالة افكر فيه، خصوصا ان الواحد مر بحاجات زي كده يعني. لحد ما في يوم عجبتني يعني حاجة، سبحان الله. قلت طب البني آدم اللي زي كده اللي قلبه طيب، الحمد لله الحمد لله إن ربنا جعل ابتلاءنا، والحمد لله برضو إن جعل صبرنا في الأمور زي دي. يعني أنا لما تبقى في مشاكل، ما تكون في مشاكل مع حماتي، ما تكون في مشاكل مع سلفتي في البيت، الحمد لله ان مفيش مشاكل مع عيالي، الحمد لله ان عيالي مفهومش حاجة وحشة، الحمد لله ان انا اهلي بخير، الحمد لله ان انا عايشة حياتي كويسة. احنا ده يعني شايفين اللي بيحصل حوالينا، فلا ده ايه ده؟ هو ايه ده؟ ايه رحمة ربنا بيا ان انا لو كنت مكان فلانة انا ما كنتش هتحمل. انا اتحملت مشاكل حماتي، اتحملت مشاكل سلفتي، انا اتحملتهم. صح تعبولي اعصابي، وصح نكدوا عليا، بس انا قادره اتحمل. لكن قعدت افكر كده، لا لو انا كنت مكان دي اللي عماله تجري بعيلها وبابنها، ربنا يعافي اطفال المسلمين جميعا يا رب، انا ما كنتش اتحمل. انا كان ممكن انهار، انا ممكن اقفل على نفسي الاوضه وما اكلمش اي حد في مشكلة لو حصلت لي. لا انا ممكن افكر اسيب الدنيا خالص. فسبحان الله ربنا عالم بينا، عالم ان كل انسان وليه قدرة معينة، ليه طاقة معينة. فربنا بيبعت لنا، يعني انا شايفة كده ان ربنا بيبعت لنا امتحاننا على قد مستوانا، على قد ما نتحمل امتحان. والابتلاء اللي احنا فيه احنا قادرين عليه. لو انا عطاني ربنا امتحان حد تاني او ابتلى حد تاني، انا ما كنتش هتحمل، ما كنتش هقدر اكمل. فكنت لا رجعت على دماغي دي، قلت لا لا ستوب ستوب. الحمد لله الحمد لله انه جعل ابتلائي وجعل اختباري في حماتي، في اهل زوجي، في سلفتي الشعنونة المجنونة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا قادرة اسيطر برضو على حياتي. الحمد لله انا قادرة اسيطر على تفكيري وعلى عقلي، وقادرة اسيطر على نفسي برضو. الحمد لله ان ربنا عطانا القدرة ان احنا نقدر نسيطر على نفسنا. فلا انا تفكيري اتغير 180 درجة لما عرفت الموضوع ده. ايه ده؟ هي بتغيظني تغيظ، ده حماتي منكد عليا نكد، انا ولا يهمني، انا في حياتي وماشيه في حياتي. ده هم كام يوم اللي هقضيهم في حياتي كلها متنكده من حماتي ومتنكده من سلفتي ومعكنين على البيت واللي فيه والراجل وعياله. طب وعليا بيه؟ وانا عليا بيه؟ طب ما انا عدي اختبار ربنا بالرضا، ويا رب انا صابره عليهم وانا راضيه باختبارك يا رب، ويعملوا اللي يعملوه، انا عايشه حياتي، انا عايشه حياتي، اتعب نفسي ليه؟ وهم هياخدوا اللي هم عايزينه. يعني انتي فاكره ان سلفتك ما شاء الله لما تنكد عليكي وتلاقيكي منكده كده، هي هتفرح يا حبيبتي، هتفرح، دي هتتنطط، ده احتمال كمان ما تنامش الليل من كتر الفرح. طب وانا اعمل ليه في نفسي كده؟ وانا اجيب ليه الامراض كلها؟ من الاساس الامراض كله الزعل، اساس الامراض ان احنا عمالين نهرف نفسنا،
عمالين نكتم جوانا، عمالين فاهمة. طب وليه؟ ليه انكد على نفسي وانكد على اللي حواليا؟ انا اعيش حياتي، انا اعيش حياتي. والاحلى واحد في البلد، مش اقول حاجة تاني، احلى واحد يضرب راسه في الحيط. ايه يعني؟ اصلي مش عارفة كبة الغسيل، اصل مية الغسيل، اصلي مش عارفة انقط عليها، اصلي مش عارفة كبت لي مش عارفة ايه عند الباب. اعمل اللي انت عايزاه وانا ولا هتأثر. انا جبل ما يهزك ريح. خدت العيال وطلعت اتفتحت ولا كأنك موجودة في حياتي. ازيك يا عسول، عاملة ايه؟ والله وحشاني، بقالي كتير ما شفتكيش وخلصنا. انا مش قاعدالك، انا عندي حياتي، حياتي ايام معدودة، ايام بتتعدى عليا سواء من ربنا او على نفسي، وهتخلص، هتخلص. فنكد ليه في نفسي؟ اتعب ليه في نفسي؟ كله جاي فوق راسي، كله جاي على صحتي. لا، انا عدي اختبار ربنا بالراحة. طولت عليكم، سامحوني. يا رب روتين النهارده يكون عاجبكم، روتين خفيف. عملت شوية حاجات للأسبوع، وده الطبق بتاع رمضان ده هيتفرز لرمضان إن شاء الله. ولو وصلت لهنا اعملي لايك وشير، يا جميلة. السلام عليكم.